بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي سنة ستة، دي مراجعة مادة الاي سي تي ليلة الامتحان. هنبدأ. اللي ما سمعش حاجة عن المنهج خالص هيدوس على كرتون ساينس كده بالعربي في السيرش، بعدين تدوس على اسم القناة، وبعدين تختار من هنا من البلاي ليست. هتفتح القائمة بتاعة اي سي تي جريد 6. الفيديوهات هتلاقي 3 فيديوهات أو 4 فيديوهات تحت بعض. المذكرة الأولانية دي ملخص أول 6 دروس، وبعد كده هتلاقي تحتها على طول الحل بتاع، يعني اهو هفتح البلاي ليست اهي دي الفيديوهات كلها. ده ملخص اول 6 دروس، وبعدين ده الحل بتاع كل اسئله التقييمات بتاعه الست دروس، وبعدين هتلاقي الملخص. ده اللي هو ده الشرح بتاع اول 6 دروس، وده الحل بتاعه، وده الشرح بتاع الست دروس اللي في الاخر، والفيديو بتاع النهارده ده هو الحل بتاع الست دروس اللي في الاخر في اخر المنهج. المذكره كلها متجمع فيها كل اسئله التقييمات اللي هي موجوده في كتاب بني. عشان تراجعها كلها هتلاقي النسخة متجاوبة والنسخة فاضية. تعال نشوف الأسئلة بتاعت lesson 1 من unit 4. unit 4 مع digital project. lesson 1 the role of information technology in employing أو in improving our life. بيقولك هنا أول سؤال: what is the main component used in online booking application to determine location. احنا اتفقنا ان في applications تقدر ان انت تحدد بيها المكان بتاعك. الابلكيشن دي زي ايه؟ زي اوبر مثلا، بيحدد اللوكيشن المكان بتاعك عن طريق ايه؟ عن طريق الجي بي اس، Global Positioning System. Number 2, the information and communication technology make environment better by التكنولوجيا بتاعت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اللي هي الاي سي تي بتاعتنا دي، اللي هي التكنولوجيا الحاجات الجديدة اللي احنا اخترعناها، ساعدتنا ان احنا نعمل ايه؟ ساعدتنا ان احنا نطلع vehicles جديدة، مركبات جديدة، يعني عربيات جديدة مش بتطلع غازات ضارة زي العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء. ايه اللي اخترع الفيكلز دي اللي مش بتطلع harmful gases؟ الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. حاولت ان هي تحافظ على الانفايرمنت البيئة بتاعتنا، فبدأت ان هي تجيب لنا فيكلز او عربيات ما بتطلعش غازات سامة. Number 3, one benefit of online booking everyday service. بيقولك ايه هي الأهمية من انك انت تحجز اونلاين. لما بتحجز اونلاين انت كده بتعمل ايه؟ وانت قاعد في مكانك بتحجز اونلاين، فانت كده بتوفر وقت وتوفر جهد. Save time and effort. Save time and effort. Number 4, if the booking application send you message about the time, this service called what؟ قالك عشان توفر وقت وما توقفش تستنى باص المدرسة في الشارع، فبدأ يجيب لك كده حاجة اسمها اوتوماتيك نوتيفيكيشن. ايه مثل اوتوماتيك نوتيفيكيشن ده؟ ان هو يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعك. يعني مثلا لو انت حجزت قطر، ميعاد القطر ده المفروض يكون الساعة 9، طب حصل عطل في القطر، يبعت لك رسالة يقول لك لا حصل عطل في القطر والقطر هيوصل الساعة 9:30. فانت كده بتوفر وقت. ده اسمه اوتوماتيك نوتيفيكيشن. الاوتوماتيك نوتيفيكيشن دي برضو بتحصل عند الدكاترة. مثلا لما تيجي تتصل بالمباراة تحجز عند الدكتور، خلاص حجزت عند الدكتور يوم كذا الساعة كذا، يوم باعت لك رسالة فيها نوتيفيكيشن بيفكرك تم حجز الميعاد عند الدكتور الفلاني يوم كذا الساعة كذا. يبقى في حاجة اسمها بوكينج ابلكيشن، اللي هي الابلكيشن اللي انت بتحجز منها، بتبعت لك رسالة about the time. السيرفيس دي اسمها automatic notification. automatic notification. Which of the following term refer to information and communication technology. بيقول لك ايه اختصار كلمة information and communication technology؟ ده الاختصار بتاعت المادة بتاعتنا. اسم المادة بتاعتنا ICT. خدنا أول حرف من كل كلمة: تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. Next question, number 6. Which of the following is traditional problem solved by online booking system؟ بيقولك في مشكلة قديمة حليناها عن طريق ان احنا بنحجز اونلاين. المشكلة دي ايه هي؟ staying at home، مشكلة ان انت بتقعد في البيت، ولا standing along، بتقعد تستنى كتير وقت طويل. هي دي المشكلة اللي احنا حليناها بان احنا نحجز اونلاين. بدل ما انا اقف واستنى واقف في طابور كتير عشان خاطر احجز، لا، اللي اقدر احجز اونلاين. فلما بحجز اونلاين كده يبقى انا حليت مشكلة ان انا اقعد استنى standing long quick. Number 7.
when you use an app لما تستخدم application to find school bus. لو قلت لك الباص بتاع المدرسة تقدر ان انت تعرف هو موجود فين، تبص عليه تشوف مكانه على الخريطة زي العربيات بتاعت اوبر. انت مثلا طلبت العربية، لو العربية فين ما جاتش تقوم فاتح الماب كده من الموبايل بتاعك يوريك اللوكيشن بتاعها على الخريطة. يبقى مين هو الابليكيشن اللي بيخليك find school bus، تلاقي السكول باس and explore the type of ICT tools used in. مين هي ال ICT tools اللي بتستخدمها عشان تعرف المكان بتاع باص المدرسة؟ building houses, modern agriculture, e-learning, smart transportation system. ده النظام بتاع النقل الذكي. النقل بتاعنا transportation system حط حاجات تبع التكنولوجيا بقى اسمها smart transportation system، بيقدر يخليك تعرف مكان السكول باص او العربية اللي انت عايز تركبها عن طريق الماب الموجود على الخريطة او الخريطة الموجودة على الموبايل بتاعك. Number 8. If a transportation company rely on electronic payment instead of cash, this increase what؟ بيقولك إن النظام بتاع النقل أو شركات النقل اعتمدوا على الدفع الإلكتروني. بدل ما انت تحجز طيارة وتروح هناك عند المكان بتاع المطار ويبقى في جيبك فلوس كتير قوي عشان تحجز الطيارة، لا قالك يلا احجز اونلاين electronic payment. فهو كده حل مشكلة ايه او زود ايه؟ زود الامان يا مس امير، ما بقتش ماشية بفلوس كتير، فهو كده بيزود الامان انك تدفع عن طريق الالكترونيك بيمنت. يبقى الالكترونيك بيمنت increase what؟ increase safety، بيزود الامان بتاعك انك ما تمشيش بكاش كتير، فانت ما حد ممكن يسرقك يعني. فهو عشان يزود الامان بتاعك بيقولك يلا ادفع عن طريق الموبايل بتاعك او عن طريق الابليكيشن عن طريق الالكترونيك بيمنت. Number 9. The tool that helps the driver find the best route to avoid traffic is a part of what؟ بيقولك ايه هي التول اللي بستخدمها عشان الدرايفر السواق يلاقي احسن طريق عشان يبعد عن الزحمة بتاعة الطريق. السواق ده بيستخدم خدمة اسمها ايه؟ Central Cooling System, Entertainment and Gaming, Navigation and Guidance System، ولا Smart Lighting؟ كلمة navigation يعني التنقل، هو بيختار أو بيستخدم نظام التنقل ونظام الجايد يعني إيه؟ إن هو بيرشده إن المكان ده زحمة، زي الGPS مثلا بيطلع لك الأماكن الزحمة لونها أحمر، فعشان كده مش بتمشي في الطريق الزحمة ده، فبالتالي الدرايفر يلاقي أو يقرر هيمشي من أنهي طريق يبقى أحسن له عشان يمشي من غير ما يبقى فيه ترافيك زحمة. بيستخدم حاجة اسمها Navigation and Guidance System. Number 10. The goal of proposing the design of a new technological tool is what؟ مش فاهمة الجملة بتقول ايه. وهنا بيقولك ايه هي الجول، يعني ايه هو الهدف بتاع انك design new technological tool. ليه بتألف او ليه بتطلع أداة تكنولوجية جديدة؟ ليه التكنولوجيا بتطلع حاجة جديدة أو بتطلع أداة جديدة؟ أكيد عشان تلاقي حل لمشكلة بتقابلنا، يبقى to find smart solution to problem. يبقى احنا ليه بنألف أو ليه بنخترع تول جديدة تبع التكنولوجيا؟ علشان ده تلاقي حل ذكي لأي مشكلة بتقابلك. يبقى هو بيجيبوا tools جديدة تبع التكنولوجيا عشان تحل المشاكل بتاعتنا. Question number 2. It's possible to book doctor appointment online without going to clinic. بيقولك ممكن ان انت تحجز تذكرة للدكتور من غير ما تروح العيادة. طبعا ممكن احجز اونلاين يا مس امير. Number 2. Technology contributes to increase carbon emission in environment. هل التكنولوجيا بتساعد او بتساهم في ان هي تزود الكربون في البيئة؟ لا طبعا، ده الكربون ده غاز ضار جدا وماتيريال او ماده مضره جدا. الانفايرمنت او البيئه بتحاول هي تقلل من غاز الكربون دايوكسيد، بتحاول ما تعملش بيرنينج للفيول كتير عشان ما يطلعش الكربون ده. يبقى هل التكنولوجيا بتزود الكربون؟ لا طبعا، ده احنا اخترعنا العربيات الذكيه اللي هي بتشتغل بالكهرباء دي عشان ما نعملش بيرنينج للفيول عشان نقلل نسبه الكربون. Number 3. A school bus tracking application helps students organize their time and arrive on time.
عيد تاني، بيقول لك السكول باس تراكنج ابلكيشن، الابلكيشن اللي بيوريك السكول باس بتاعك فين. help student بيساعد الستودنت to organize عشان يرتب وقته ويقدم ويخليه يوصل في الوقت بتاعه. طبعا صح، لما بتلاقي العربية فين او الباص بتاع المدرسة فين تقدر تحدد مكانه، فانت كده بتقدر انك انت توفر وقتك وتوصل في الوقت المناسب. Number 4 suggesting a new idea to design an app is form of an innovation. بيقولك إنك تقترح فكرة جديدة عشان تعمل application أو تعمل تطبيق، ده شكل من أشكال الابتكار. طبعا أنا ببتكر فبعمل application جديد، ده حاجة تبع الابتكار. Number 5 there is no difference in time or effort between traditional booking and online booking. بيقولك مفيش أي فرق بين المجهود بتاعك أو الوقت بتاعك لما كنت بتستخدم الطرق القديمة بتاعة الحجز والطرق الجديدة دلوقتي بتاعة الأونلاين. هل مفيش فرق؟ طبعا غلط، ده في فرق كبير. الأونلاين بوكينج وفر جهد ووفر وقت، save effort and time. دلوقتي هنبدأ أسئلة lesson 2 بعنوان dealing with operating system and computer application. بيتكلم عن نظام التشغيل operating system. يعني ايه مس أميرة كلمة operating system؟ يعني نظام التشغيل، من غيره الكمبيوتر ما يعرفش يشتغل، ما تقدرش تتحكم لا في فايلات ولا في فولدرز، ولا تقدر تفتح برامج، ولا تتحكم في الماوس ولا الكيبورد ولا أي حاجة. من غير الاوبريتنج سيستم ده لازم يكون في نظام تشغيل عشان الكمبيوتر بتاعك يشتغل. Question number 1 what program makes the computer work؟ مين البرنامج اللي بيخلي الكمبيوتر بتاعك يشتغل؟ drawing program، writing program، electronic game ولا operating system؟ طبعا نظام التشغيل هو اللي بيخلي الكمبيوتر بتاعك يشتغل. example of operating system for smartphones. السمارت فون بيبقى ليه نظام تشغيل، نظام التشغيل بتاع السمارت فون اختار اندرويد ولا اي او اس ولا ويندوز ولا اندرويد واي او اس. الاتنين يمشوا مع بعض. دي الانظمه بتاعه الاوبريتنج سيستم. ارجع لو سمحت الفيديو الشرح هتلاقي كل حاجه عن الاوبريتنج سيستم اهو مين الاجهزه بتاعه الاندرويد والاي او اس بتاعه مين، بتاعه السمارت فون والتابلت. نظامين تشغيل، واحد من دول يا اندرويد يا اي او اس. السؤال بتاعنا بيقول لي هنا مين هو الاوبريتنج سيستم بتاع السمارت فون، اي او اس ولا اندرويد ولا ويندوز؟ فاخترت الاثنين، الاي او اس والاندرويد. نمبر 3 to make desktop background. عشان اغير الباك جراوند بتاع الديسكتوب بفتح حاجه اسمها كنترول بانل. عشان تفتكر كده قلت لك على الكمبيوتر في حاجه اسمها كنترول بانل. الكنترول بانل ده شبه السيتنج بالظبط بتاع الموبايل. يبقى اللي على الكمبيوتر اسمه ايه؟ بفتحه من هنا من قائمة ستارت، هدوس على سي هتلاقي كلمة كنترول بانل تفتح. كنترول بانل ده بتقدر من جواه تتحكم في الديت والتايم، الوقت والتاريخ، تقدر تتحكم في الفونت، في الخطوط، تتحكم في الساوند، الصوت بتاع الكمبيوتر بتاعك، تتحكم في كل حاجة في الكمبيوتر من على حاجة اسمها كنترول بانل. كنترول بانل كنترول بانل. next question. Number 4 the application store on Android device. لو انت عندك موبايلك اندرويد عايز تفتح تنزل تطبيق معين، الابليكيشن ستور بتاعك اسمه ايه؟ اسمه بلاي ستور. اسمه ايه؟ بلاي ستور. Number 5 changing the language and date in system setting. help in. انا ليه بغير اللغه بتاعت الجهاز بتاعي؟ بغير التاريخ بتاع الجهاز بتاعي. يعني مثلا احنا دلوقتي بنشتغل في التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي ده مش كل البلاد بيطبقوه، فممكن تلاقي الكمبيوتر بتاعك مش بيغيره، فانت تيجي هنا من على الكنترول بانل تقوم مغير الديت وتغير التايم، الوقت بتاعك مثلا. او لو انت مش قادر تفهم الانجليش في النظام بتاع التشغيل بتخليه عربي، فانت بتغير ليه السيتنج دي؟ ليه بتلعب في السيتنج؟ ليه بتلعب في اللغه وفي التاريخ؟ عشان ترتب او تظبط الاستخدام بتاع الجهاز بتاعك تخليه مناسب ليك. يبقى انا ليه بظبط او بغير اللانجوج والديت، التاريخ واللغه، to organize device usage؟ ولا عشان انزل برامج انستول بروجرام؟ لا طبعا. ولا عشان امسح فايلات ديليت فايل؟ ولا عشان اظبط الصوت؟ لا، انا بغير اللانجوج والديت عشان ارتب الاستخدام بتاع الجهاز بتاعي. organizing device usage. Number 6 which company developed the Windows operating system؟ نظام التشغيل بتاع الويندوز ده
نزل مين الشركة اللي نزلته؟ انت بتقول لما انا بنزل الويندوز بتاعي او شركة مايكروسوفت هي دي اللي بتنزل نظام التشغيل اللي اسمه ويندوز. يبقى الشركة بتاعت ايه اللي بتنزل نظام التشغيل اللي اسمه ويندوز؟ مايكروسوفت. حتى اسمه مايكروسوفت ويندوز، بنزل مايكروسوفت ويندوز. العلامة بتاعته اللي هي بتبقى مربعات جنب بعضها كده، مش عارفة، مش باينة في التسجيل، استنى اوريها لك. هي دي العلامة بتاعت الويندوز دي، تبع شركة ايه؟ شركة مايكروسوفت. يعني مين هي الكامباني اللي طلعت الويندوز اوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بتاع الويندوز ده تبع شركة ايه؟ شركة مايكروسوفت. Number 7 which of the following is not an operating system؟ مين من دول مش نظام تشغيل؟ not an operating system. اندرويد ولا ويندوز ولا ماك ولا فيسبوك؟ مس الماك ده نظام تشغيل، والاندرويد نظام تشغيل، والويندوز نظام تشغيل. امال مين في دول مش نظام تشغيل؟ الفيسبوك ده برنامج. نمبر 8 موقع موقع للتواصل، موقع مش برنامج، اكتر اسمه موقع سايت. نمبر 8 What's the function of an operating system؟ الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل اللي احنا قلنا ده مهم للكمبيوتر عشان يشتغل، من غيره الكمبيوتر بيبقى عبارة عن حديدة. هو بيعمل ايه مثل الاوبريتنج سيستم ده؟ بيظبط الديفايس، بيشغل الديفايس، وبيشغل كل البرامج اللي عليه. running device and managing program. يعني مين اللي بيشغل الجهاز running program وmanage running device وmanage program؟ مين اللي بيشغل الجهاز وبيتحكم في البرامج؟ الاوبريتنج سيستم. Number 9 Where can you download application on a smartphone؟ لو انت عايز تنزل application او برنامج على السمارت فون بتاعك، الموبايل بتاعك، هتروح فين؟ هتروح على ريسايكل بن ولا فاين مانجر ولا سيتنج ولا اب ستور؟ عايز ايه يا مس اميره؟ داونلود ابلكيشن. عايزه انزل برنامج، بروح للاب ستور. Number 10 when adjusting the sound on a device we use what؟ لو عايز تظبط الساوند على الجهاز بتاعك هتفتح البرينتر. هو ما قالكش هنا الجهاز بتاعك ده موبايل ولا كمبيوتر. طب هنشوف الاختيارات. عايز اظبط الساوند بتاعي، هفتح البرينتر، الطابعة ولا السيتنج اللي هو العربي اسمها الاعدادات، ولا مايكروفون، ولا ريسايكل بن؟ عشان اظبط الساوند بفتح السيتنج. يبقى السؤال هنا كان يقصد بيه الموبايل، لكن لو عايزه اظبط الساوند على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعي هفتح حاجه اسمها كنترول بانل. Put true or false. Number 1 the operating system on Apple mobile service is iOS. النظام التشغيل بتاع برنامج او بتاع الموبايلات الابل اسمه iOS. يا مستر. To change the device language we go to application store. عشان نظبط اللغة بتاعة الجهاز بروح للابليكيشن ستور. لا يا ميس، الابليكيشن ستور ده بروح عشان انزل ابليكيشن او انزل لعب. امال عشان اظبط اللانجوج بتاع الجهاز بتاعي، لو الموبايل هفتح السيتنج، ولو الكمبيوتر هفتح حاجة اسمها كنترول بانل. السؤال اللي بعديه the operating system on computer is responsible for running program and organizing the device. بيقول لك نظام التشغيل اللي على الكمبيوتر مسؤول عن ان هو يشغل البرامج ويرتب لي الجهاز بتاعي. الإجابة true. Number 4 the application store for iPhone devices is called the Play Store. المكان اللي بنزل منه الابليكيشن على الايفون اسمه بلاي ستور. طبعا غلط، قلت لك لازم ترجع للحته دي تذاكرها من المذكره. مين الابليكيشن ستور بتاع الايفون؟ اهو. فين يا ميس الايفون؟ فين؟ الايفون ده سمارت فون صح؟ النظام بتاع التشغيل بتاعه اسمه ايه؟ اندرويد او اي او اس. هنا بيقول لك اسمه بلاي ستور. لا طبعا. امال الابليكيشن ستور اللي انت بتنزل من عليه بقى الالعاب بتاع الايفون اسمه ايه؟ ارجع كده برضو معايا، ده نظام التشغيل بتاع الجهاز اسمه اندرويد او اي او اس. امال لما انا باجي انزل الالعاب انستول بروجرام، اهو الايفون، الديفايس بتاع الابليكيشن اللي بينزل العاب على الايفون اسمه اب ستور. لكن الابليكيشن اللي بينزل الالعاب لو الموبايل بتاعك اندرويد اسمه بلاي ستور. يبقى الايفون الابليكيشن بتاعه اسمه ايه؟ اب ستور.
يبقى هنا بيقول لي الابلكيشن بتاع الايفون اسمه بلاي ستور؟ لا يا مس، اسمه اب ستور. Number 5. To install a new program you must follow the installation step. بيقولك عشان تنزل برنامج جديد لازم تمشي على خطوات التنزيل. طبعا صح. لما تيجي تنزل برنامج بيقعد يقولك ايه، من فضلك اختار اللغة، بتختارها، بيديك permission، بيطلب منك permission البرنامج يستخدمه، يقول لك لو سمحت هنعمل access على الصور بتاعتك، هنعمل access على الملفات وعلى الفيديوهات، كل حاجة على التليفون بتاعك مثلا، وانت بترفض او بتوافق. يبقى لما بتنزل برنامج انت بتفضل ماشي على الخطوات بتاعة التنزيل. you must follow the installation step. لازم تتبع الخطوات بتاعة التنزيل بتاعة البرنامج. الإجابة بتاعتي هتكون true. دلوقتي هنبدأ أسئلة lesson 3 بعنوان preparing and sharing report. اللسن ده بيكلمني ان انا اعمل ريبورت، يعني تقرير. التقرير ده كنت بكتب فيه اي حاجة، وبعدين عايزة ابعت الكتابة، ممكن اكتبها عن طريق برنامج الوورد، ممكن احط صور، ممكن احط جراف او شورت. وبعد كده بعد ما اخلص الريبورت بتاعي عايزة ابعته للناس، عايزة اعمل له شيرنج، بستخدم شيرنج بروجرام، اللي هي البرامج اللي بقدر ابعت فيها مسجات، مسج بروجرام، زي الفيسبوك، زي الواتساب، زي الماسنجر، زي التليجرام. يبقى انا الدرس ده بيعرفني ازاي اعمل ريبورت، وازاي اعمل شير للريبورت ده مع الكوليدج، مع الفريندز بتوعي، عن طريق التطبيقات بتاعت المسجات. كمان بيقول لك ان تطبيقات المسجات دي خلي بالك وانت شغال فيها ما تعملش شير البيرسونال انفورميشن بتاعتك، ما تفتحش اي لينك غريب، ما تستخدمش الابليكيشن دي غير في الحاجات المهمة تبع المذاكرة بتاعتك. Question number 1. Which program is used to write report؟ أنهي برنامج اللي بستخدمه عشان write؟ البرنامج اسمه word. يبقى بين البرنامج اللي بيعمل write برنامج الوورد. The command used to insert image into document. بين الأمر، command يعني أمر، الأمر اللي أنت بتستخدمه عشان تنزل صورة. insert image لازم تختار كلمة insert. من قائمة insert بتختار image. أقولها لكم عشان تفتكروها. ثواني أفتح لك فايل وورد. أهو هفتح كده، كليك يمين ونيو وورد. أهو عايزة أنزل أي صورة أو أعمل insert أي صورة من قائمة insert. من هنا أختار picture وأختار الصورة اللي أنا عايزاها. من قائمة insert برضه أقدر أحط shape يعني شكل، icon اللي هي الأشكال الثابتة. بيديك أشكال ثابتة كده تختار منها الحاجة اللي أنت عايزها، كله من قائمة insert. يبقى تاني قائمة insert بيكون فيها picture أو shape أو icons أو 3 models. ال 3D models دي اللي هي الحاجات اللي تحس إن هي بارزة كده شوية. يعني انت لو اخترت كده الهارت ده هيعمل لودنج بس كده وبعدين يطلع لك. يبقى من قائمة insert بقدر احط shape شكل، اقدر احط icon اللي هي الاشكال الثابتة، واقدر كمان احط ال 3D model الاشكال اللي بتبقى ثلاثية الابعاد دي. اهو كأنه طالع كده من الصفحة. كمان من قائمة insert تقدر تعمل table يعني جدول، تقدر كمان تعمل chart. الشارت ده اللي هو الرسم البياني. وتقدر كمان من قائمة insert تعمل حاجة smart art، وده هناخده في آخر درس في المنهج بتاعنا هنشوفه دلوقتي. يبقى من قائمة insert بقدر أعمل إيه؟ بقدر أعمل picture، shape، icon، 3D model، وكمان smart art. نرجع تاني للمذكرة بتاعتنا. يبقى أعمل الصورة بتاعتي منين أو insert image بتاعتي منين؟ من قائمة insert. من قائمة insert. Number 3. Writing area in Word is place where we make what؟ بيقول لك في المنطقة البرنامج الوورد ده بيتكون من الحتة دي. الحتة دي كده بيبقى فيها home وinsert ومش عارفة ايه، وبعد كده تحت بيبقى فيه الشريط بتاع الأدوات اللي بيتحكم فيه في الخط بتاعك. يعني مثلا لو كتبت كده أي كلام تقدر من هنا كده تعمل select وتختار بقى اللي انت عايزه، تعمل شادو على الحاجة، تغير اللون بتاع الخط مثلا تخليه احمر، تكبر تصغر، تعمل اللي انت عايزه. يبقى فيه فوق هنا كده شريط ادوات وشريط قوائم، وبعد كده بيبقى فيه هنا منطقة اسمها writing area. writing area بعمل فيها ايه؟ بكتب فيها الحاجة اللي انا عايزاها وبحط فيها الصور اللي انا عايزاها. يبقى writing area هي مكان بتعمل فيه ايه؟ change language بتغير اللغة،
save file بتسيف الحاجة بتحفظها يعني. writing text تكتب فيه. display image only يعني تحط صور بس. لا ده مكان بكتب فيها مس أمير. الحتة البيضة اللي من تحت دي اسمها writing area. Number 4 an example of messaging application. اتفقت معاك قلت لك ان في application تقدر تبعت فيها المسجات زي الواتساب، زي الماسنجر، زي التليجرام. اختار بقى من هنا واحد من المسج application. وورد، اكسل، بينت ولا واتساب؟ طبعا هختار واتساب. Number 5 to protect yourself when using messaging service you should. عشان تحمي نفسك وانت شغال على البرامج بتاعة المسجات تعمل ايه؟ هل تفتح كل اللينكات open all link share your phone number with everyone share الرقم بتاع التليفون بتاعك مع كل الناس not share personal information لازم ما اعملش share personal information بتاعتي وانا شغال على المسجing سيرفيس يعني الابليكيشنز اللي بتبعت مسجات. Number 6 a table can be inserted in Word from which menu؟ التابل الجدول قلنا بنحطه من قائمة insert. فكرك تاني هنا من قائمة insert أقدر أحط table من هنا picture صورة shape icon 3D model smart art كل ده من قائمة insert. Number 7 which tool of the following help in text formatting؟ يعني ايه كلمة text formatting؟ text formatting يعني بتظبط التكست بتاعك تغير اللون بتاعه تغير الحجم بتاعه زي ما عملنا احنا في الخط ده عملت عليه select من هنا وقدرت ان انا اغير الكولر بتاعه او الشادو بتاعه اغير الشادو ممكن اختار اي لون للشادو اكبر اصغر اعمل select بس عليه كده وبعدين اكبر الخط او اصغره اعمل اللي انا عايزاه في التكست. يبقى يعني ايه كلمة text formatting؟ change color ولا adjust clock delete program play sound. text formatting يعني بتظبط في شكل الخط ومنها ممكن تغير اللون بتاعه changing color. Number 8 to save a file we choose the command what؟ أنا الفايل بتاعي جهزته هختار من هنا من كلمة فايل أعمل save يبقى أنا بخزن الفايل ده على الجهاز بتاعي. سيفت ازاي يا مس أميرة مرة تانية من فايل اخترت كلمة save. أبص للسؤال to save a file we choose the command ايه بختار أمر ايه؟ بختار أمر save ولا open ولا print ولا exit. to save file بختار save. Number 9 one of methods using messaging safely ازاي بستخدم الرسائل بطريقة آمنة؟ هل ان انا اعمل شير الباسورد بتاعتي ولا not respecting others ما احترمش الناس using application for useful purpose استخدم بس الابليكيشن في حاجات مفيدة لما بحتاجها ما اقعدش استخدم الرسائل دي في حاجات ملهاش لازمة. open unknown link ممنوع طبعا تفتح اي لينك انت مش عارفه. يبقى ازاي ايه هي الميثود اللي بستخدمها عشان استخدم المسجنج بطريقة safely او بطريقة آمنة using application for useful purpose. صح وغلط. Microsoft Word used for word processing and writing report. احنا قلنا برنامج الوورد بستخدمه to write report. في حاجة تانية برنامج الوورد بيعملها بيعمل word processing. يعني مثل كلمة word processing يعني لو افترضنا ان انا جيت وقفت هنا بعد الصورة دي وكتبت هنا كده كلمة بوي انا عايزاها ولد بس كتبتها غلط يعني المفروض هنا تبقى واي ماشي فهو مكتوبة غلط فأنا هعمل عليها select هنا كده ومن قائمة ثانية واحدة يا شباب اهي من قائمة هنا من قائمة review هدوس على spelling and grammar yes كده يعني هنا كده بيصلح لي أو بيعدل لي على السبيلنج بتاع الكلمة هدوس كده يقول لي ايه ده الكلمة دي غلط طيب ايه رأيك هي صح ايه اهو ثواني كده من قائمة هنا كده عايزة اختار اللي هي بتاعة التعديل بتاع التكست من قائمة ريفيو هدوس على ABC هنا كده هيقعد يقول لي طب انتي ايه رأيك ممكن نوضحها ولا عايزين تغيري في الكلمة ولا عايزة تشوفي الفوكابلري بتاعتها يعني الكلمة دي غلط في ايه يعني. طيب وانا بكتب مثلا ممكن اكتب هي بس الخط سمول he play football
بص عمل لي خطأ هنا وخطأ هنا. لو وقفت هنا وعلى قائمة ريفيو يعني راجالي على الكلام ده وعملت ياس كده، هيقول لي لا ما فيش حاجة اسمها بلاي. ده هي وشي وإت بياخدوا اس، فبيقول لي اهو المفروض تبقى بلايز. هدوس عليها صلحها لي. هنا فوتبول زعلان مني ليه؟ فانا هقف كده هقول له طب عايز ايه؟ عايز يحط فول ستوب في اخر الكلمه. قال لي لا هنا برضو في حاجه غلط. قلت له يلا صلحها لي. لزقها لي في بعض، مش فوت لوحدها وبول لوحدها. يبقى البرنامج الوورد بيعمل حاجة اسمها process للورد. يعني ايه كلمة word processing؟ يعني بيظبط الكلام. لو في كلمة فيها السبيلنج غلط أو فيها أي حاجة غلط هو بيظبطها. Number 2 to save a document a document in Word use قائمة insert. لو أنت عايز تحفظ الملف بتاعك بتاع الوورد هتدوس على قائمة insert. لا يا مس عشان أعمل save بدوس على save. أما insert دي بعمل منها إيه؟ بنزل منها picture أو table أو icon أو 3D model. Number 3 image can be inserted into a document through insert. يقول لك الايمج ممكن تنزل في الملف بتاعك عن طريق قائمة insert. الإجابة صح. Number 4 Excel is an example of messaging service. الإكسل هل هو برنامج بتبعت عليه مسجات؟ طبعا غلط. أمال مين ممكن أكتبه؟ الواتساب مثلا أو الماسنجر أو التليجرام. Number 5 one of safety rule in messaging is not opening suspicious links. بيقولك واحدة من قواعد الأمان وانت بتبعت مسجات ان انت ما تفتحش اي لينك مثير للشك بتاعك. يعني لو شكيت في لينك ما تفتحش اللينك ده. الإجابة ترو. دلوقتي هنبدأ lesson 4 بعنوان creating presentation. يعني ازاي بنقدر نعمل عرض تقديمي. البرنامج اللي بنعمل عليه presentation اسمه باوربوينت. بيتكون من استنى افتحه لك اوريك بيشتغل ازاي. اهو لا بلاش ده. بص كده اهو نيو وبعدين هفتح باوربوينت اهو. لو فتحته هتلاقي هو عبارة عن سلايد. اصغر لك بس الشاشة اهي. شايف الصفحة على الشمال دي اسمها سلايد. انا ممكن امسح كده امسح المستطيل ده عشان اعرف اشتغل وده كمان واطلع لك واحده كمان قائمه جديده اهي. دول اسمهم ايه؟ سلايدز. اسمهم ايه؟ سلايدز. برنامج الباوربوينت بيسمح لي ان انا اقدر اعمل شيب اللي انا عايزاه. اعمل ايكون من قائمه انسرت. برضو ممكن احط حاجه اسمها ايكون. الايكون اللي هي الاشكال الثابته اللي بتبقى موجوده اللي الجهاز بيديهاني. ممكن كمان احط حاجه اعمل تيبل جدول زي ما انا عايزه الجدول ده حجمه قد ايه اهو. عملت تيبل. اقدر كمان عن طريق برنامج الباوربوينت ان انا اعمل حاجه اسمها سمارت ارت وده هندرسه بالتفصيل. السمارت ارت ده عباره عن اشكال جاهزه. الاشكال الجاهزه دي تقدر تحطها عشان تظبط التصميم بتاعك. لو بصيت كويس اعمل زوم كده هتلاقي السمارت ارت ده بيبقى ليه اسماء. الاسماء دي بتبقى زي ليست وبروسيس وسايكل. الحاجات دي تقدر تستخدم اشكال جاهزه. لو انت عايز تتكلم عن البلانت سايكل مثلا ان النبات بيبقى بذره وبعدين يبدا يكبر وبعدين يطلع ثمره وبعدين يطلع فلاور وهكذا. تقدر تستخدم الحته دي بتاعه السايكل. خلاص تقدر تعمل فيها لايف سايكل اوف بلانت عشان ده سؤال برضه هيقابلنا. في حاجة اسمها بروسيس. البروسيس دي بتبقى عبارة عن أسهم. لو انا عملت السمارت ارت عندي على الجهاز بتاعي هل انا كده خلاص عملت حاجه ما اقدرش اعدل فيها؟ بيقول لك لا ده انت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. اهو هعمل لك واحد هنا في الصفحه الجديده دي. هشيل المستطيلات دي وهعمل سمارت ارت جديد. من قائمه انسرت هختار سمارت ارت. الشكل مثلا هختار اللي هو فيه الاسهم ده من قائمه ليست او بروسيس. هختار الشكل ده. هنا اقدر ادوس هنا في اي حته واكتب اللي انا عايزاه. اقعد اكتب بقى الاسهم اللي انا عايزاه. البروديوسر بياكل كونسيومر وبعد كده اقدر اعمل اي شكل يسهل الفهم. خلاص طيب بعد ما خلصته هل اقدر اغير في اللون بتاعه؟ اه طبعا. من هنا تقدر تغير في اللون بتاعك زي ما انت عايز عشان في سؤال بيقولك بعد ما تعمل الفلوت شارت تقدر تغير في اللون بتاعه. اه ايه كمان يا مس اميره؟ تقدر تغير في الستايل بتاعه. بص كده على شكل المستطيل بتاعك ده. بص شكله هيتغير خالص اهو. بص شكل كمان جديد اهو.
شكل جديد اهو. يعني بقدر اغير كمان في السلايد، في السمارت ارت سلايد من قائمة سمارت ارت ديزاين. مرة تانية بجيب منين السمارت ارت؟ من هنا من قائمة insert تختار سمارت ارت. لما تختار الحاجة اللي انت عايزها وتنزلها تقدر تكتب اللي انت عايزه. لو دوست عليها، بتدوس عليها ليه؟ عشان ده سؤال يقولك تدوس عليها ليه؟ تو رايت تكست، عشان اكتب التكست اللي انا عايزاه. طب هل بعد ما تعمله تقدر تغيره؟ منين؟ انا اول ما دوست على بص انا واقفه بره، بص اول ما هدوس عليها يفتح لي القايمه عامله ازاي اهو. قايمه ايه مس اللي فتحت دي؟ سمارت ارت ديزاين. هطلع بره واقف في حته تانية. بص اول ما هدوس عليها يفتح لي من هنا قايمه ايه؟ بص اهو سمارت ارت ديزاين. السمارت ارت ديزاين ده بيفتح امتى؟ لما بتعمل الديزاين بتاعك او السمارت ارت بتاعك يقدر يغير في الشكل بتاعك. تقدر تغير الالوان زي ما اتفقنا بالالوان اللي انت عايزها. بعمل ايه كمان على برنامج الباوربوينت؟ بيقولك بيعمل حاجه اسمها انيميشن. ايه مش كلمه انيميشن ده؟ ما اعرفهاش. من هنا من قائمه انيميشن تختار الشكل اللي انت عايزه. بص المستطيل وهو بيظهر بيطلع بشكل معين، يبقى بيعمل حاجه اسمها انيميشن. الانيميشن ده بيخلي الشكل بتاعك او الشيب بتاعك يكون واضح، وبيعمل اتراكتيف للعين. يعني بيشد الناس اللي بتتفرج على البرزنتيشن بتاعتك. يبقى في حاجه اسمها انيميشن، ده برضه هناخده هنا. يبقى برنامج الباوربوينت بيتكون من سلايدز، بقدر احط فيه شيبس، اقدر احط فيه ايكونز، ممكن اعمل عليه سمارت ارت. يلا نشوف الاسئله. What is the most famous and commonly used program to create presentation؟ مين البرنامج اللي بيعمل presentation من غير ما تفكر؟ باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت. A presentation is used to، البرزنتيشن دي بستخدمها ليه؟ عشان لو عندي فكرة أو معلومة معينة أعرضها للناس بطريقة جميلة. present idea and information in an interesting way. يبقى بعمل ليه presentation؟ عشان أعرض الفكرة بتاعتي بطريقة واضحة، بطريقة interesting يعني شيقة. to add new image to slide، لو عايزة أنزل صورة كمان أحط صورة من قائمة insert، يعني من قائمة insert بحط الصورة اللي أنا عايزاها. if you wanted to change the shape of the color of slide background، لو عايز تغير نسيت أقول لك حاجة. بيقول لك هنا السلايد اللي أنت بتعملها في حاجة اسمها خلفية. الخلفية دي بتقدر تغيرها. مش هنا كده الخلفية لونها أبيض؟ بص من هنا كده ممكن أغير الخلفية، بص بتاعت كل السلايدز ممكن أخليها كده، ممكن أخلي الخلفية بتاعت كل السلايد بالشكل ده. منين ده يا مس أميرة؟ من قائمة ديزاين. يعني من قائمة ديزاين تقدر تغير الثيم أو الباك جراوند بتاعت السلايدز بتاعتك. يعني من قائمة سلايد بتغير الثيم. يعني ايه كلمة ثيم يا مس أميرة؟ يعني الخلفية بتاعت السلايدز بتاعتك دي كلها تقدر تختارها وتغيرها من قائمة insert. اقدر اعمل كمان ايه مس من قائمة insert؟ اغير المقاس بتاع السلايد. شايف السلايد بتاعتي دي كانت مستطيلة، بص من هنا كده ممكن من قائمة ديزاين من هنا هختار سلايد سايز. بص غير لي يلا السلايد، اعملها لي كده. بص خليها مربعة ازاي. اغيرها تاني عشان تشوف اهو. من قائمة ايه مس أميرة؟ بغير الباك جراوند أو الثيم وبغير السلايد سايز. من قائمة ديزاين جاي عليها أسئلة كتير. يعني من قائمة ديزاين بغير الثيم وبغير السلايد سايز. من قائمة insert بحط picture، بحط icon، بحط shape، بحط smart art، بحط short، بحط table. أشوف الأسئلة. if you want to change the shape and color of slide background، لو عايز تغير من السلايد background بتختار قائمة design. the main function of review، يعني ايه مس كلمة review؟ لما بتخلص البرزنتيشن بتاعتك عايز تتأكد ان كل حاجة شغالة تمام وان الاشكال صح ومظبوطة، بتدوس على كلمة review. ريفيو دي كأنك بتجرب كده السلايدز بتاعتك. طيب انا بص كاتبه اف اف، ايه اللي اف اف ده ايه ده؟ بيقول لي ايه اللي انت عاملاه ده؟ حاطط لي خطوط كده. فمن قائمه ريفيو لو انا عامله سبيلنج غلط هتلاقيه يعمل لي كده اي بي سي صح كده. يقول لي لا لا لا، ده ايه الافات دي؟ ده ممكن تكون قصدك اوف، ولا قصدك اف، ولا قصدك اب، ولا قصدك ايه بالظبط؟ فعمال يقول لي اختاري، فانا قلت له اوكي دي هيغيرها لي، خليها لي اوف. يبقى في حاجة اسمها ريفيو يعني ايه؟ كأني براجع على البرزنتيشن بتاعي. بيساعدني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل تشيك على السبيلنج بتاعي، لو في اي غلط في الجرامر او في السبيلنج بيظبطها لي. يبقى قائمة ريفيو بتعمل ايه مس أميرة؟ بتعمل تشيك على السبيلنج وبتتأكد من دقة الكلمة. check
spelling and ensuring word accuracy. Number 6, what tool can be used to create attractive and visually appealing presentation. ايه الأداة اللي بستخدمها عشان أعمل presentation تشد الناس وتبقى شكلها حلو؟ هل أحط فيها animation صور متحركة ولا image صور ولا shapes أشكال ولا كل اللي أنا قلته ده؟ يا مس أميرة، ده انت عشان تعملي presentation تشد الناس لازم يكون فيها كل الحاجات دي. حطي بقى صور وأشكال وصور متحركة عشان البرزنتيشن تكون visually appealing، يعني شكلها حلو بتشد الناس. Next question number 7. In PowerPoint the bar that contain comment. البار اللي بيبقى فيه الأوامر بتاعة غير لي الفونت سايز، البار ده اللي بيغير لي الحتة دي اللي بتغير اللون بتاع الكتابة والحجم بتاع الخط والكلام ده. فتحت قائمة ايه أنا هنا؟ بص هنا كده، هي دي القائمة اسمها ايه؟ insert اللي بحط منها الأشكال. أما قائمة home هي دي اللي بتظبط لي الخط، تغير اللون، تكبر، تصغر، تخليه تخين، مايل، تحت خط، زي ما أنا عايزة. قائمة ايه اللي بتظبط الفورمات بتاعة التكست؟ بفتح هنا ايه من الهوم. السؤال بتاعي اهو بيقول لك من الباوربوينت الأمر اللي بيظبط الفونت سايز هو الهوم تاب. هوم تاب. Number 8. Before you start designing slides you can set slide size. بتجيب السلايد سايز منين؟ من هنا قلنا اهي، جبناها منين؟ من قائمة ديزاين. ظبطنا الباك جراوند من هنا وغيرنا السلايد سايز. يبقى غيرنا السلايد سايز من قائمة ايه؟ من قائمة set slide size through which option، من السلايد سايز اهي. يبقى انا غيرت السلايد سايز من الاوبشن بتاع السلايد سايز. فتحته من قائمة ايه؟ اهو من هنا. فتحت السلايد سايز منين؟ اهي من قائمة ديزاين. غيرت الثيم وغيرت كمان السلايد سايز. Number 9. Transition option. يعني مش كلمة transition اللي هي الانتقالات بين السلايدز. يعني أنا مثلا القوائم دي لما بتيجي تحت بعضها أو السلايدز دي تيجي ورا بعض ممكن أختار لها transition. إيه transition؟ إن هما يجوا ورا بعض بالشكل ده مثلا، أو يجوا بالشكل ده كأنهم بيتحولوا كده، أو يجي من تحت أو يجي من الشمال أو يجي كده split كده. يبقى دي اسمها transitions. الترانزيشنز دي بتخلي البرزنتيشن بتاعي more exciting and engaging، بتخلي البرزنتيشن بتاعتي شكلها حلو. Number 10. What is the element you must maintain for the presentation to succeed؟ ايه الحاجة اللي لازم تخلي بالك منها عشان البرزنتيشن بتاعتك تنجح؟ تستخدم كلام كتير وما تحطش صور يعني، ولا تخلي الخط بتاعك one size one font size، يعني تحط خط واحد كده ما تحطش عناوين وما تعملش اي حاجه، ولا ignore image ما تحطش image خالص، ولا توصل الفكره بتاعتك بطريقه effectively يعني بطريقه مؤثره، وكمان بتحاول ان انت تشد الفيورز الناس اللي بيتفرجوا. طبعا الاليمنت اللي لازم تبقى موجوده في البرزنتيشن بتاعك انك انت توصل الفكره بتاعتك بطريقه جذابه وتقدر ان انت تشد الناس الفيورز اللي بيتفرجوا على البرزنتيشن بتاعك. صح وغلط. short are used in PowerPoint to clarity data and number in simple way. بيقول لك الشورت بستخدمه في الباوربوينت عشان اوضح الداتا والنمبر بطريقة سهلة. طبعا صح. in the theme in PowerPoint. يعني ايه كلمة theme اللي هي الخلفية اللي هو الباك جراوند؟ هل معناها ان انا اعمل image inside the slide، احط صورة في السلايد بتاعي؟ لا يا مس، دي صورة هي انت حطيتيها في السلايد بتاعك، ممكن من هنا من كلمة insert picture نزلي الصورة اللي انت عايزاها. لكن الثيم ده يا مس أميرة يعني الخلفية اهو انا كده عملت من قائمة insert نزلت صورة. امال يعني ايه كلمة theme؟ الباك جراوند اللي ورا دي هي دي اللي اسمها theme. يبقى الثيم معناه ان انا انزل صورة؟ طبعا غلط. animation tab used to add visual effect to element in slide. الانيميشن ان انا احط انيميشن على الصورة دي معناها ان انا احط تأثير على الصورة، تعمل تأثير. انيميشن دي اسمها انيميشن. الانيميشن احط فيها تأثير مرئي visual effect على السلايد بتاعتي. صح. Number 4. Slide in PowerPoint are spaces where we write text and image. هل كلمة سلايد في الباوربوينت اللي هي الصفحات اللي على الشمال دي، الصفحات اللي على الشمال دي السلايدز دي، هل ده المكان اللي بقدر أكتب فيه وأحط فيه صور؟ طبعا صح.
Number 5, one of the most important skill of using PowerPoint effectively is ability to deliver your idea and make audience engaged. لك واحدة من المهارات بتاعة الباوربوينت إن أنت تقدر توصل الفكرة بتاعتك بطريقة تشد الناس اللي بيتفرجوا عليك، والبرزنتيشن بتاعتك تكون كويسة. طبعا الإجابة true. lesson 5 كان بيكلمني عن برنامج اسمه اكسل. البرنامج الاكسل ده هو عبارة عن مستطيلات كده كتيرة، العواميد اللي واقفة دي اسمها كولوم، والعواميد اللي نايمة دي اسمها رو. اقدر اكتب هنا الستودنت نيمز، اكتب الاسامي اللي انا عايزاها تحت بعض، وهنا درجة الماث مثلا، درجة الساينس، وهكذا. هكتب مثلا اي حروف، ده كأنها الستودنت نيم بتاعت الولاد، وهنا هكتب الدرجات بتاعة الماث مثلا 20 مثلا 22 و 44. البرنامج بتاعي يقدر ان هو يعمل لي جدول insert table، يعمل لي جدول، مش بس يعمل لي جدول، يرتب لي الحاجة اللي جوه الجدول sort من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. كده خليته يرتب من الكبير للصغير، ممكن اخليه يرتب من الصغير للكبير اهو. بيخليني كمان اقدر اعمل عمليات حسابيه. لو كتبت كده 3 بلس 5 مش هيعمل لي عمليه حسابيه، مش هيعمل لي فورمولا. امال امتى هينفذ الامر بتاعي ويعمل ماثيماتيكال ايكويشن او يعمل فورمولا؟ لما احط له علامه الايكوال. علامه الايكوال دي بتفهمه وتقول له يلا اشتغل كانك كالكوليتر. هكتب له 3 بلس 5، عملها لي. عمل لي ليه دي يا ميس؟ ليه نفذ دي؟ عشان في علامه ايكوال في الاول. لو ما حطيتش الايكوال مش هيعمل فورمولا ومش هيعمل عمليه حسابيه. البرنامج ده بيخليني اقدر اتعامل مع النمبرز الكتيره او الارقام الكتيره. لو انا عندي مثلا المدرسه بتاعتنا بيبقى فيها قائمه باساميكم بارقام الجلوس بتاعتكم وبيحط فيها الدرجات. لو عايزه اعمل كولوم جديد، عايزه احط درجات الساينس مثلا، هدوس على الكولوم كده واعمل كليك يمين وادوس على كلمه insert، عمل هو واحد تاني. هكتب مثلا ده درجات الساينس. عملتيه ازاي مس اميره؟ دوستي عليه كده وكليك يمين وانسرت. بيعمل ايه كمان البرنامج بتاع الباوربوينت ده؟ برنامج الاكسل سوري، بيعمل ايه؟ يقدر يعمل حاجه اسمها سمارت ارت. ايه السمارت ارت ده؟ احنا لسه واخدينها، اللي تقدر تحط الشكل اللي انت عايزه بالشكل ده، تقدر تحط شيبس وايكونز و3 دي موديل زي اللي اخدناه بالظبط. يبقى ده برنامج اسمه اكسل. اللي بيميزه هنا، والبرنامج ده بيبقى مميز في النمبرز، ان هو يجمع الداتابيز بتاعه الارقام. يبقى in Excel the rows that contain complete information about person called A. هنا بيقول لك ان انا دلوقتي هنا ده اسمه field اللي انا عملته في الرو. اول خط، يعني انا دلوقتي عايزه اعمل جدول. الجدول ده هكتب العناوين. العناوين دي اسمها field. العناوين دي اسمها ايه؟ field. يبقى العناوين دي اسمها ايه؟ field. بحطها فين لو عايزه اكتب الفيلد ده؟ عايزه اكتب الفيلد ده احطه فين؟ في اول رو. واللي تحت ده اعمل ايه؟ اكتب الريكورد بتاعتي. دي درجات اهو سلمى، ودي درجات فريدة، هكتب الدرجة بتاعتها. يبقى ده ايه اللي انا كاتباه؟ اللي انا كاتباه ده الداتا بتاعتي او الريكورد بتاعي، بكتبه فين؟ في الرو. امال الفيلد يعني ايه كلمة فيلد يا مس اميرة؟ الحاجة اللي انا كاتباها دي اسمها فيلد. الفيلد دي بحطها فين؟ في اول رو نايم. ودي بتبقى العناوين بتاع الكولوم، العنوان بتاع الكولوم اسمه فيلد. خلاص كده اتفقنا؟ طيب، يبقى هنا بيقول لك الرو اللي نايم اللي فيه الانفورميشن بتاع كل بيرسون ده اسمه ايه؟ الرو النايم، النايم يا ميس اللي فيه المعلومات بتاعت كل الطلبة اهو. اهو الخط اللي نايم اللي فيه الانفورميشن ده اسمه ايه؟ اسمه ريكورد. اسمه ريكورد. اللي بعديها to add a new column in Excel. عملت ايه عشان ازود كولوم؟ من هنا كده كليك يمين ودوست على كلمة insert اهو. يلا to add new column in Excel استخدمت انهي option؟ استخدمت insert column. مايكروسوفت اكسل is used to create and manage ايه؟ بيقدر يخلينا نتعامل مع ايه؟ مع الداتابيز. يعني ايه كلمة داتابيز؟ يعني معلومات كتير او ارقام كتير. داتابيز يعني سكيل معلومات، عندي معلومات كتيرة جدا، ارقام كتيرة جدا، هدخلها على البرنامج ايه عشان اعرف اتعامل معاها، اعدل عليها، استدعيها في اي وقت على برنامج الاكسل. مين السيمبل او الرمز اللي بيخلي الاكسل يعمل فورمولا؟ لازم احط في البداية علامة الايكوال. What's the name of column like student name؟ الستودنت نيم ده اسمه ايه؟ اللي هو ده اسمه ايه ده؟ اتفقنا قلنا اسمه field. اسمه ايه؟ field. اسمه field. والحاجة اللي انا بكتبها الاسامي اللي من تحت دي اسمها record.
يبقى ده اسمه فيلد، والداتا اللي انا بحطها دي اسمها ريكورد. يبقى اللي فوق دول اسمهم فيلد. when write a column ID number and close number. بيقول لك لو انت في المدرسه عايزين يكتبوا بقى الاي دي نمبر زي رقم الجلوس، وعايزين يكتبوا اسامي الولاد، هيكتبوهم فين؟ هيكتبوهم في اول عمود نايم، سوري اول رو نايم. الرو اللي نايم ده هو ده اللي بكتب فيه الفيلد زي الاسم او رقم الجلوس، بحطه فين؟ في اول رو، في اول رو، في الفيرست رو. One of the common tool you learn that help you organize data in Excel. ايه هي التول اللي بتستخدمها عشان ترتب الداتا في الاكسل؟ التول دي اسمها sort. ايه من السورت دي؟ زي ما قلت لك من هنا كده ممكن ادوس هنا واقول له رتب لي الحاجه، اعمل لي sort من الكبير للصغير اهو، قدام الصغير للكبير. هقلبها لك اهي، اخليها لك من الكبير للصغير اهو، رتب لي الحاجه. خلاص، يبقى ده من قائمة ايه؟ لما بيرتب الداتا بيعمل organize للداتا من قائمة sort، من قائمة sort. What is the most appropriate definition of database؟ يعني ايه كلمة database يا ميس أميرة؟ إن أنا أرتب وأنظم المعلومات الكبيرة اللي عندي. الستور، أعمل ستور وأورجنايز large amount of information. برتب المعلومات بتاعتي وأرتبها، يبقى أنا كده عندي database، رتبت الحاجة اللي عندي. نمبر 9، أنهي واحدة من دول يعملوا sum بلس ل C2 و C3 و C4؟ إيه مش C و C و C دي؟ بص السيلز دي مترقمة أهي، اللي أنا واقفة عندها دي اسمها B7، طب دي اسمها إيه؟ A6، طب دي اسمها إيه؟ A5. هو هنا بيقولك عشان تعمل بلس ل C2 و C3 و C4 اللي هي دي، فين C أهي، C2 أهي و C3 و C4، عايزة أعمل بلس ليهم، أعمل إيه؟ ينفع أكتبهم كده من غير علامة البلس؟ لا طبعا، أمال لازم أعمل إيه؟ علامة الإيكوال وأحطهم التلاتة جنب بعض بينهم علامة بلس. sorting with large amount of information in database. لما عايزة أرتب الداتابيس بتاعتي، هل بعمله بالراديو ولا بالموبايل القديم ولا بالكمبيوتر سيستم ولا بالكاميرا؟ طبعا بالكمبيوتر سيستم، بنظام الكمبيوتر. صح وغلط. الفورمولا اللي هي P2 minus P3 في علامة الإيكوال، ده معناه إن أنا بعمل subtraction، بعمل subtraction عشان في علامة الإيكوال كده البرنامج يفهم إن هو يشتغل calculator يعني. The main goal of analyzing and modifying data is to destroy data. بيقول لك الهدف الأساسي إن أنا أرتب وأعدل على المعلومات، إن أنا أدمر المعلومات. طبعا غلط، أنا لو عايزة أرتب المعلومات بتاعتي بعمل لها database، برتبها، بحطها في برنامج زي برنامج الإكسل. Number 3، to sort data from smallest to largest we use sort tool. لو عايزة أرتب المعلومات بتاعتي أو الأرقام بتاعتي من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير بستخدم علامة السورت. صح طبعا. The programs that use table to make row and column to create database is Microsoft Word. هل الوورد، برنامج الوورد، هو اللي بيتكون من عواميد ومن كولوم، من رو اللي هي الخطوط اللي نايمه والخطوط الواقفه؟ ده البرنامج ده اسمه وورد؟ لا يا ميس، اسمه اكسل، اسمه اكسل، يبقى الجمله بتاعتي غلط. السؤال اللي بعديه، the first step to create simple database in Excel is defining and writing the column heading اللي هو اسمه field in the first row. بيقول لك لو انت عايز تعمل database على برنامج الاكسل هتبدأ من فوق كده وتحط الفيلد في اول رو. يا مس هكتب هنا الحاجة اللي انا عايز اعملها وبعدين ابدأ املى الريكوردز بتاعتي. الدرس الأخير احنا اتكلمنا فيه كان عن الفلو تشارت، وقلنا ان هو عبارة عن أشكال كتيرة بتقدر تحطها. أفكرك بيها بسرعة. الفلو تشارت أهو، أقف هنا مثلا وأعمل insert فلو تشارت، فين أو سمارت ارت، هما نفس المعنى. سمارت ارت هو الفلو تشارت أهو، أقدر أحطه. بعد ما أحطه أقدر أغير الألوان، أقدر أغير الستايل بتاع الفلو تشارت بتاعي أو السمارت ارت بتاعي. يبقى كلمة flow chart معناها smart art. The smart art flow chart mainly used to ايه؟ جايلك. مين أنهي السمارت ارت بستخدمه في ايه؟ بستخدمه عشان أعمل series of step of information، أعمل simplify للinformation بتاعتي، أبسط المعلومات بتاعتي وأقدر أحط المعلومات بتاعتي بطريقة واضحة. To add smart art، عشان أعمل smart art بدوس من قائمة ايه؟ من قائمة insert وبعدين أختار smart art. قائمة insert دي قائمة خطيرة، بحط منها كل حاجة. يبقى قائمة insert أفتح من هنا السمارت art. To present information
to present series of steps for completing project. It's preferable to choose the flowchart category. بيقول لك لو انت عايز تعمل steps يعني خطوة وبعدين خطوة وبعدين خطوة هتستخدم انهي flowchart. بيقول لك هتستخدم flowchart اسمه process. مثل اسمه process ده منين ده يعني مش فاهم. هفتح لك سلايد جديدة اهي insert new slide عشان تشوف. هشيل البوكسات دي. السمارت ارت من هنا هختار حاجه اسمها بروسس. البروسس دي بتديني خطوات اهي، دي الخطوه الاولى، خطوه تانية، خطوه تالتة اهي، خطوات 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 خطوات. يبقى هنا اسمها ايه؟ مثل الخطوات دي من سمارت ارت هتختار كلمه ايه؟ بروسس 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 بروسس. يبقى الخطوات بتجيبها منين؟ من السمارت ارت اسمها ايه؟ بروسس. اوكي يلا بينا. يبقى لو عايز تعمل الستبس بتاعتك هتختار ايه من السمارت ارت؟ من الفلوت شارت يعني هتستخدم البروس. to change the flow chart color. لو عايز تغير الفلوت شارت color بعد ما جبته عايز تغير لونه اهو هتدوس عليها يفتح القائمة على طول اسمها ايه؟ سمارت ارت ديزاين اهي. سمارت ارت ديزاين. PowerPoint allow inserting measuring ولا calculation ولا شورت وفيديو. الباوربوينت بيقدر يخليك تعمل ايه؟ تعمل فيديوهات وتعمل الشارت كمان. flow chart help present the material better than ايه؟ الفلو تشارت اللي انت الاشكال اللي انت بتستخدمها دي بتستخدمها احسن ما تعمل ايه؟ احسن ما تكتب كتابة عادية كده. يعني احسن ما تبقى الموضوع بتاعك كله كتابة، لا استخدم الفلو تشارت. يعني الفلو تشارت better than ايه؟ than text. احسن من ايه؟ من التكست. Number 7 you when you select change color option. لو عايز تغير في ال change color بتاع الفلوت شارت بتاعك فانت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتعمل ايه؟ بتخليه ملون وبتخلي شكله حلو. make it beautiful and colorful. ولا بتعمله delete ولا بتزود الخط. بتدوس على change color change color يبقى بتخليه حلو وبتخليه colorful يعني ملون. Number 8 after inserting flow chart. بعد ما تعمل الفلو chart بتعمل ايه؟ بتمسحه ولا بتطبعه ولا بتزود تكتب تكست بقى عليه؟ انا اول ما عملت الفلو chart بدأت اقف عليه واكتب الحاجة اللي انا عايزاها عشان يبقى ليه معنى. ما انا عاملاه عشان اكتب جواه. يبقى اول ما اعمل الفلو chart بتاعي لازم add text and information. chart in PowerPoint are used too. الشارت بستخدمها ليه؟ عشان امثل البيانات واحط النمبرز كده تبقى موجودة مرئية بشكل مرئي واضح. يبقى الشارت ايه؟ مثل الشارت ده اللي انت بتقولي عليه. الشارت من هنا كده insert chart اهو الشكل ده. ليه بستخدم الشكل ده؟ عشان اخلي الانفورميشن بتاعتي واضحة. represent data and number visually. يبقى كده واضح قدام العين. لو عايز اعمل الشكل بتاع اللايف سايكل ده بستخدم فلوت شارت اسمه ايه؟ اسمه سايكل اهو. من هنا كده ادي الفلوت شارت من هنا او السمارت ارت هستخدم كلمة سايكل عشان يديني الشكل ده. يبقى الشكل بتاع الدوائر ده بتاع البلانت او اللايف سايكل بتاع البلانت او الهيومن، ان الانسان بيبقى بيبي وبعدين بيبقى تين ايجر وبعد كده بيكبر وبعد كده بيموت، ده اسمه لايف سايكل. بستخدمه الشكل بتاعي اسمه ايه؟ اسمه سايكل. فهو غلط. smart art is used to show information in organized and visual way. السمارت ارت اللي هي الاشكال اللي انت بتعملها دي بتخليك تقدر تمثل البيانات بتاعتك بطريقة شكلها حلو صح. smart art cannot be insert from insert menu. ما ينفعش تحط smart art من قائمة insert. cannot be inserted ما ينفعش تحطه من قائمة insert طبعا غلط. the process category of smart art used to present sequential steps. لو عايز تعمل steps ورا بعض كده اختار كلمة process. اي مس البروسيس اللي انا كنت بستخدمه ده كان بيعمل لي خطوات اهي من سمارت ارت. من هنا كلمة process اهو بيعمل لي خطوات خطوات خطوات. يبقى اللي بيعمل لي steps اسمه process صح. The color or design of smart art cannot be changed after you insert it. الشكل والديزاين بتاع السمارت ارت ما اقدرش اغيره بعد ما اعمله. طبعا غلط. ده اقدر اغيره من القائمة. مجرد ان انا بدوس عليه بيفتح لي قائمة اسمها سمارت ارت ديزاين تقدر تغير فيه الشكل والديزاين بتاعه. اخر سؤال. one of the benefits of smart art help the audience understand complex information more easily and quickly. بيقول لك في الفايدة بتاعت السمارت ارت ان بيخلي الناس اللي بتتفرج عليك يحولوا او يقدروا يفهموا المعلومات المعقدة بطريقة اسهل وبطريقة سريعة. الاجابة ترو. لما بمثل البيانات بتاعتي في السمارت ارت ده بيخلي الناس تفهم المعلومات بطريقة سهلة.
كده الحمد لله أكون خلصت معاكم مراجعة الأي سي تي. بتمنى أكون قدرت أساعدكم. مستنية دعواتكم ليا ولبناتي بالخير والسعادة. أشوفكم على ألف خير بإذن الله السنة اللي جاية. سلام.